فكرة ديكور حلوة قوي ومش مكلفة. كلنا عندنا الازايز اللي زي دي. لفيت اللزق كده من تحت عشان احدد الجزء ده، وقصيت كرتونة على قد طول الازازة من فوق، وبدأت اتنيها بالشكل ده كده عشان اقدر الفها حوالين الازازة. بعد كده نلفها حوالين الجزء اللي من فوق ونثبتها بلزق. لزقتها كمان من تحت عشان ما تسربش الجبس. بعد كده حضرت خليط عبارة عن كوبايتين مية و3 كوبايات جبس، ونقلبهم مع بعض كويس. واستخدمت مركزات الوان، حطيت منها نقطتين 3 وقلبتهم كده تقليبه بسيطه قوي عشان اعمل شكل الترخيم. بعد كده صبيت الخليط في الفراغ اللي بين الازازه والكرتونه. طبعا بهدلت الدنيا بس بسيطه. هنسيبها تتماسك كده حوالي نص ساعه، وبعدين نشيل الكرتون من عليها وهي في المرحله دي. وقبل ما نسيبها تنشف هنسويها بقى ونظبطها. اي حاجه مش متساويه هنستخدم لها حاجتين. القطر هنسوي بيه الجزء اللي تحت ده، الحرف يعني، وبعدين صنفره دوكو مع الميه هتخلي الجزء اللي فوق كله ناعم ومتساوي، ونسيبها بقى تنشف براحتها. وده شكلها بعد ما نشفت. كانت تحفه. تقدروا تحطوا فيها زرع او ورد او بيبي لايت زي ما انا عملت كده، وقلبتها الناحيه التانية وكان شكلها خطير. وبصوا بقى في الضلمه تحفه ازاي.